هذا عبود زيارة ابنه سافر لأوروبا. أول شهر تيك عليهم، خلى صاحبي يكتب له رسالة بالإنجليزي، عودان ترى صورت. اجى دق الباب واحد زمن الرسائل، ماكو موبايلات، طلعت له عبه، جاء حجيه بيت عبود زيارة، قال يمه تفضل، قال هاي رسالة من أوروبا. يمه بدو اروح ريحتك يمه طلع عبود يا احمد، قالت له لا هاي وريقه جتنا منك من العزيز. يمه روحي اليوم وتريد يمه وتريد ملقى ويا البعيد. زين قال تعالي ما تتعلم نقرا انت وتبي مع مين؟ اول ما قرا زير عجلوتي ما قال هو تغب عبود يا ابويا يا يمه عبود مرت يمه قالوا مين كانوا؟ قالوا لك اخوك طايح بالماء الفاير وانت ما تكتب ابويا. واحد بخيل جلف كلش، اقصى شيء يصرف باليوم 500 دينار. 500 دينار. قالوا لك واحد اضبط من عده، قالوا مستحيل. قالوا له والله هذا كل شيء ما يصرف باليوم. قال له شوف هذا شو يسوي؟ راح عليه قال له تصدق ما تصرف شيء؟ قال له ابد كل شيء ما اصرف. قال له الصبح شلون تتريق؟ قال له اشرب جلاس مي بلاش. بلا. قال له الغدا شلون؟ قال له تخيل، انا اقوم اتخيل السمك قدامي والدجاج والقوزي والتمن والبرياني وكذا. قال له زين الغدا خلص، العشاء شلون؟ قال له ابن علي يتغدى يتغدى يتعشى بعد. صاحبنا قام يبيع طحين بالسوق، يبيع طحين. جت مره قالت له اقول لك صاحبنا اللي وتوت، قالت له اقول لك البارحه اشتريت من عندك 5 كيلوات وطلع كلين قمل. قالوا وش ايش بايع لك باروكه؟ اثنين قاعدين شبه مطفين، ما ادري شو مسوين، بلنقو غيره ما ادري، قاعدين يسولفون بيناتهم، بس واحد وجهه مو على الثاني. قبل يسولف الصاحبه، قال له البارحه انا قاعد بالبلكونه ووقع علي السفندنيشي. شنو؟ قال له انا قاعد بالبلكونه ووقع علي السفندنيشي. هذا اللي بصفه قال له اقول لك صدق ما افتهمت شنو بلكونه؟ هذا قالوا له مرتك تخونك. فالمهم قال لهم خلي انا اعرف شو اسوي، شلون اكتشف هذا الموضوع. المهم وين صعد ختل فوق الكنتور، مكان ضيق كلش هيجي قوه قاتل. فاجى ذاك الرجال طبوا له غرفه، اول ما قعدوا على القليل شلون يسوي هذا؟ كان يشيت فوقها. قلت له والله بس خليني اشرح لك. قال ولدي شلون الجوزات. قوية